الصباح التالي حس الغول بالمرض وما خرج من البير. هنا غلالة ما كانتش جاحظة، قررت تقابله وتداويه. بقى الوحش في البير يومين، ويومين باتها الأمير في الروضة يتسنى غلالة تظهر. وفي اليوم الثالث رجع للقصر. في البير زاد الحال على الغول، وما عرفت غلالة المرض ودوا غير الدعاء. وفي اليوم الرابع مات الغول، وحزنت غلالة وبكات حيت كان الغول بوها وامها وخوها وصاحبها. فات النهار وغلالة عليه باكية، لكن ريحته بدات كتفوح حيت كيشتو الوحوش ماشي بحالنا ودمهم ماشي بحال دمنا. غطاتو غلالة وخرجت من الروضة. ملي